ومكملين في جولتنا بمدينة الفيوم، ودلوقتي هناخدكم في جولة في قصر قارون من أشهر المعالم هنا في مدينة الفيوم. نبذة كده عشان يعرفوا لأنه بني على شكل البحيرة. البحيرة اسمها بحيرة القرون ليست قارون، لأن الشكل الهندسي بتاع البحيرة على هيئة قرنان، وتعدد عليها كذا زمن من القرون، فكانت تطلق ببحيرة القرون. وفي أيام الفراعنة كانت تطلق ببحيرة موسى، أو البحر العظيم، أو المنخفض العظيم، أو بحيرة التماسيح، لقصرة التماسيح دي. طبعا بحيرة القرون لأنها على الشكل الهندسي بتاعها على هيئة قرنان. تعددت اللهجات وتغيرت اللهجات من بحيرة القرون إلى بحيرة قارون، ولقب هذا القصر بقصر قارون. نشأت هذا القصر بني في عصر البطالمة، عصر بطليموس الثاني. طبعا البطالمة قعدت فترة من الزمن تحكم مصر، فكانت أواخر عهد البطالمة الرومانية. طبعا تزوجت أحد قادة الجيش الروماني اسمه أنطونيوس، فكانت بداية انهيار دولة البطالمة ودخول الرومان إلى مصر. فالرومان اتخذوا هذا المكان للتاريخ. القيمة التاريخية والأثرية لهذا المكان بتتعامد في ظاهرة فلكية بتتعامد الشمس على قدس الأقداس الملك سوق يوم 21/12 من كل عام. الظاهرة على حوالي 14 معبد داخل مصر. في نفس التوقيت معبد القرن. بعد كده في معبد أبو سمبل له ظاهرة ثانية يوم مولده ويوم حضور عرفة. طب هنا الظاهرة بتبين لنا هنا. الظاهرة دي بتبين يوم 21/12 ده بيعتبر بداية القدوم فصل الشتاء. لأن 21/12 ده الأطول في السنة وبداية القدوم فصل الشتاء، وإن هذه المنطقة كانت بتشتهر بالزراعة، فكانت بداية زراعة محاصيل الشتاء. طبعا المعبد بني لعدة أغراض، أغراض دينية وأغراض عسكرية وأغراض اقتصادية. الغرض الديني طبعا أيام الفراعنة كان بيتعبدوا اللي هو يسوع، اللي هو إله التمساح. إله التمساح اللي هو إله الشر. طبعا الرومان اتخذوا هذا المكان. طبعا الغرض الاقتصادي هتلاقي هنا المخازن اللي كانوا بيخزنوا فيها الحبوب والحبوبات اللي بتتقدم للخارج. طبعا المعبد بني على ثلاثة تحت الأرض وثلاثة فوق. طبعا تفسير وجود المكان حتى الآن بني لأنه بني على هيئة تفريغ الهواء. التفريغات الهوائية طبعا من بطن الأرض بتبقى في مياه جوفية، لو تراكمت هينشأ عنها الأملاح والرطوبة فتأثر على حجر الأسد. فطبعا بني على التفريغات الهوائية دي هي اللي بتمتص عوامل التعرية اللي بتأثر على الحجر الأسد. قارون طبعا ليس له صورة. قارون خسف الله به وبذلك الأمر. قارون كان من عم سيدنا موسى، أتاه الله عز وجل بالعلم الكيمياء، كان بيحلل السبائك والمعادن والفرات بسبائك الذهب زي ما كان بالسكري كده. بني إسرائيل قالوا إن قارون كان من عم سيدنا موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من العلم اللي هو علم الكيمياء. كان بيحلل المعادن بسبائك ذهب. طبعا وآتيناه من العلم ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ربنا أعطاك نعمة، أول شيء ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أول شيء ابتغي النعمة دي ابتغي بها مرضاة الله عز وجل، وانسب الفضل لله عز وجل. انسب العلم ده لآتاك الله عز وجل هذا العلم لله عز وجل، لا تنسبه إلى نفسه، ولكنه الآن إنما أوتيته على علم منه. نسب الفضل لنفسه لم ينسبه إلى الله عز وجل، فكان عاقبته أن خسف الله به وبداره ليس له صلة. قارون خسف في مصر، مكان الخسف يعلمه. مخازن الحبوب.
ده كده اللي عايز يطلع فوق. حاضر. عند الصورة بس. اقف في النص بس كده. حط كده ايوه كده زي المره. هنطلع فوق بقى نشوف ايه اللي موجود فوق. وعلي قوي كده. لسه في تاني. نكمل. عالي قوي. نشوف. لسه في تاني. ده اخر حاجة. لا ده لسه في تاني. لا ده أعلى مكان في القصر. ده أي سلم بيودي للسطح.